كشف شرطي في محافظة كوتشا بمنطقة أكسو إقليم شينجانغ الإيغوري ذاتي الحكم تركستان الشرقية المحتلة من قبل الصين أن عملية الاعتقال توقفت في الأساس من الشهر الماضي لأنه تم إلقاء القبض على جميع الأشخاص الموجودين بالمنطقة، ويوجد داخل سجن هذه المحافظة أكثر من 5000 شخص، ولا يوجد أي أخبار عن وقت الإفراج عن أي من المعتقلين، وبعضهم قد يتعرض للسجن أكثر من عامين، ولا يوجد أي أخبار تتعلق بصحة الأشخاص الموجودين داخل المعتقل. أعلنت الولايات المتحدة في يوليو من هذا العام أنها ستفرض رسوم جمركية على 200 مليار دولار من السلع المستوردة من الصين في 2 أغسطس. وأعلنت الولايات المتحدة مرة أخرى عن خطط لرفع الضريبة الجمركية على هذه السلع من 10% إلى 25%. وقررت الصين الرد على هذه الرسوم، إذ أعلنت وزارة المالية في 3 أغسطس أنها ستفرض رسوم جمركية على السلع الأمريكية المستوردة التي تبلغ قيمتها 60 مليار دولار، وتبلغ النسبة الجمركية ما بين 5% و20% على 60 مليار دولار على السلع الأمريكية المستوردة. وإذا بدأت الولايات المتحدة بتنفيذ الإجراءات الجمركية على 200 مليار دولار، ستعمل الصين على تنفيذ إجراءات جمركية على 60 مليار دولار. ووفقا للبيانات الرسمية، فإن القيمة الإجمالية للواردات الصينية من الولايات المتحدة في العام الماضي كانت حوالي 130 مليار دولار أمريكي، وقد سبق تطبيق تدابير انتقامية جمركية بقيمة 50 مليار دولار على الواردات إلى جانب 60 مليار دولار أخرى. وإن هذا يعني أن الصين لن تملك سوى 20 مليار دولار أخرى يمكن فرض رسوم عليها من السلع الأمريكية، وبهذا فإن الصين لن تتمكن من تنفيذ تدابير مضادة متبادلة مع الولايات المتحدة. في منطقة شينجانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية المحتلة من قبل الصين، اتهمت محكمة كازاخستانية سايلا غوري الساوتي بعبورها الحدود بشكل غير قانوني، وقد تواجه خطر إعادة ترحيلها إلى الصين. وقبل عبور سايلا غوري الساوتي أجبرت على العمل كمدربة في معسكر إعادة التأهيل والتعليم الثقافي في منطقة شينجانغ الإيغورية تركستان الشرقية، وكانت تعمل على تعليم التاريخ الصيني. وفي 22 من مايو من هذا العام تمكنت من الفرار من الصين بعدما رأت من تعذيب للمعتقلين في هذه المعسكرات، واعتقلتها الشرطة الكازاخستانية بعد دخولها كازاخستان. وفي 1 من أغسطس عقدت محكمة كازاخستانية جلسة استماع بشأنها، وسحب المدعي العام الادعاءات ضدها قائلا إنها غير مذنبة. وتبنى القاضي نصيحة المدعي العام وأصدر عليها الحكم بإطلاق سراحها ووضعها قيد المراقبة لمدة 6 شهور. وقال محاميها أنه إذا تم ترحيلها إلى الصين ستواجه السجن والتعذيب. نتيجة لسياسة عدم التسامح التي أطلقها ترامب، اضطر الآلاف من الأطفال على الحدود الأمريكية المكسيكية إلى ترك عائلاتهم، لكن بعض الأطفال المهاجرين الذين يعيشون في مراكز الاستقبال تعرضوا لمعاملة غير إنسانية، مثل تعرضهم للضرب وربط أيديهم وإعطائهم عقاقير فاسدة. تستعد إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا لإرسال مسبار يقترب من الشمس بدرجة لم تصل إليها أي مركبة من قبل، متحملا الحرارة العالية أثناء دخوله إلى الهالة المحيطة بالشمس، وهي الطبقة الخارجية من الشمس والتي يطلق عليها إكليل الشمس. ويتوقع أن يصل إلى مسافة 6.1 مليون كيلومتر من سطح الشمس. وتصل تكلفة المسبار باركر إلى 1.5 مليار دولار أمريكي، وستساعد الرحلة البشر على الإجابة عن بعض الأسئلة الرئيسية حول الشمس.